انا عايز احكي لكم النهارده عن اصعب يوم عدى عليا في حياتي. يومها كنت حاسه ان الدنيا كلها قفلت حرفيا. كنت خارجه من تجربه مرهقه جدا نفسيا، حاجات كتير اتكسرت جوايا، ناس خذلتني، ناس قربت وانا مش جاهزه، وناس مشيت وانا كنت محتاجاها. قعدت لوحدي في اوضتي، النور مقفول ودموعي مش راضيه تقف. قلت لنفسي الجمله اللي كانت دايما بتخوفني: انا لوحدي. فتحت الموبايل وقعدت ادور على اي حاجه تهون. ففتحت اليوتيوب كده بالعشوائي، لقيت شيخ بيقرا القران، سمعت الايه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن ان الله معنا. وقفت، حسيت ان قلبي اتشد، كأن الايه مش بتتقال، كأنها حب. قعدت اعيدها مره واثنين وعشرة، وكل مره كنت بحس انها بتنظف حاجه جوايا. ما تحزنيش، انا معاكي. ربنا مش بيقولك ما تحزنش علشان هعوضك او علشان اللي جاي احسن. ربنا بيقولك ببساطه انا معاك، وجودي انا كفايه. مش لازم تفهم ولا تبرر ولا تلاقي حل، بس صدق اني معاك. من اللحظه دي بدات اقوم، مش بقوه مني، بس بيقين انه شايف وسامع وواقف جنبي حتى وانا بضعف. بدات اغير طريقتي في التفكير، بدات اقول لو انا مش لوحدي يبقى اي حاجه هتعدي. ولما حد يقول لي ازاي لسه واقفه بعد كل اللي حصل لك، كنت بجاوب بابتسامه بسيطه واقول لان ربنا قال لي لا تحزن او ما تحزنيش، انا معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحزن ان الله معنا. لو مريت بتجربه مؤلمه ليك وحسيت فيها انك لوحدك، ولقيت آية بتطبطب عليك فيها في الوقت ده، أو دعاء معين أو حاجة معينة سمعتها، يا ريت تكتبها لنا في التعليق. وما تنساش تشارك الفيديو على صفحتك، تصلي على النبي في تعليق. تعليقاتكم بتخلي الفيديو ينتشر، وناس كتير ممكن تستفيد من التجربة. في ناس كتير محتاجة تعرف ازاي تقدر تقوم تقف على رجلها تاني، فممكن بمشاركتك للفيديو ده تاخد ثواب.